الجونة يتقدم والأهلي خارج الخدمة. شريف أشرف يسجل بعد 4 دقائق وحامل اللقب بأخطائه الدفاعية الكثيرة يضع علامة استفهام كبيرة. أحمد حسن دروجبا مهاجم رغم أنفه. ظاهرة إضاعة أهداف في الشوط الأول. كابتن شاذلي بصفتك كبير الهدافين، أحمد حسن دروجبا هو علامة استفهام الشوط الأول والأهداف التي أضعها بشكل غير طبيعي، الأهداف السهلة. وطبعا أحمد حسن دروجبا يعني وهو بيلعب في غزل المحلة كان خلال الدور الأول من موسمين كان هو هداف الدوري ومهاجم جيد جدا وهداف على المرمى، لكن النهارده زي ما قلت أنت أهم ظواهر هذا الشوط أحمد حسن دروجبا، لأنه أضاع 3 أهداف كانت ممكن تغير سير اللقاء تماما. يعني بدل 1-0 كان ممكن تبقى النتيجة 3-0، لكن هو أضاع 3 أهداف في الدقيقة 10، في الدقيقة 15 قدامنا يا كابتن، في الدقيقة في الدقيقة 10 ده الراجل الظهير الأيسر الجيد جدا سعد حسني بيلعب الكرة بالعرض بترجع له بيتباطأ مش عارف هيرقص ايه ويعمل ايه. ده يعني هي لحظات، يعني سرعة التفكير داخل 18 أهم ميزات المهاجم لأنه بيبقى مراقب، وبالتالي لما بيلعب الكرة بسرعة دي برضو الثانية الجول، يعني كورتين مش يعني حاجة غريبة جدا، ظاهرة واضحة جدا خلال الشوط الأول. الأصعب من كل دول الكرة الثالثة اللي هي في الدقيقة 46 من هذا الشوط، انفراد برضو تام من أحمد حسن دروجبا وأضاعها بطريقة غريبة هيجيبها لنا طبعا المخرج في الدقيقة 46 قبل نهاية اللقاء بدقيقة تقريبا. انفراد تام من أحمد حسن دروجبا برضو، وهنا في ضربة رأس. الكرة تتلعب ناحية شريف أشرف أيوان بيلم الراجل وبيرقص وفتح لنفسه زاوية وسدد، بترجع لأحمد حسن. الجول في الزاوية الثانية في ربع الزاوية البعيدة وقدامه كل الجول مفتوح الناحيه دي، يعني هو بس يكفي وش رجله او بطن رجله يغير اتجاه الكوره. ده ترجع ده لعدم توفيق ولا اهمال من اللاعب؟ لا هو مش اهمال، هو يعني اولا هو بيتحرك كويس جدا، بيخلق لنفسه لانه واحد غيره ما يتحركش في الاماكن دي، لكن هو بيتحرك كويس جدا، لكن هو مش موفق على الجول، وده موجود بالنسبه للمهاجم، يعني شيء طبيعي بالنسبه للمهاجم. كابتن فاروق، الظاهره الثانيه حسام غالي، ليك ملاحظات كتيرة عليه منذ بداية المباراة، واعتقد انك عايز الهدف من بدايته علشان ليك ملاحظات على اداء حسام غالي. بص يا كابتن، احنا اتفقنا من بداية المباراة الفرقة اللي بتغلط بتدفع الثمن. الاخطاء في نص الملعب او من المدافعين او من حارس المرمى او من المهاجم في الاستلام بتدفع الثمن. ادي خطأ من حسام غالي، كرة راجل لعيب دولي وكرة جاله على دماغه. انا يعني حسام غالي يا ريت نشوف الهدف اللي جه. لا نرجع ورا ونشوف يعني احنا اتفقنا ان الاخطاء هي صاحبه القرار في المكسب والخساره. هات لنا اللعبه عطيه من البدايه، من الاول خالص نشوف حسام غالي ده في بدايه المباراه. المفروض هو راجل عنده خبره وراجل يتعامل ازاي مع الكوره، بيلعب الكوره بدماغه زي لا ورا خالص، لسه قبل ما تطلع بره من بدايه خالص. هنشوف حسام غالي النهارده. النادي الاهلي طبعا فريق الجونه بيلعب النادي الاهلي ومش مصدق النادي الاهلي في الحاله دي، ودي نمره 1. نمره 2، الاهلي بيلعب بدون صانع العاب وبدون منظم. النادي الاهلي عامل مشكله كبيره جدا. ادي الكوره، بص يا كابتن، لا دي هتعلى، دي فاول، الكوره هتعلى بعديها. انا في الدقيقه 3، هي في الدقيقه 3 عايزين بردك، عشان احنا كنا يعني بنقول بفكر جديد ان احنا نقول ايه، نحلل الاهداف. الخطا بيكسب فرقه عن فرقه. نرجع للنادي الاهلي، عامل خطا كبير جدا، هو بيلعب بطرفين اصلا مش طرفين. يا ودي مشكله، الطرفين بتوعك احمد فتحي ما بيلعبش طرف يمين الا في حالات صعبه جدا، لكن النهارده في الظروف دي ما لعبش طرف يمين. شريف عبد الفضيل بيلعب طرف شمال، وده عامل فاتح شارع للجونه، شغال منه، فاتحين منه. دي كلها انا في اعتقادي كل دي اتخلقت في الملعب اثناء الاداء مش قبل الاداء، يعني القراءه الفكريه للمباراه مش قبل المباراه، دي اثناء المباراه. اللعيبه لقت مساحات موجوده في دفاع النادي الاهلي، 2 بيلعبوا سمير ووائل بيلعبوا على خط واحد من غير طرفين يغطوهم، فاصبح في شارعين موجودين في دفاع النادي الاهلي. نرجع لنص ملعب النادي الاهلي، وانت من غير نص ملعب لا تملك القرار في الاداء، في المكسب، يعني تملك الاداء في الخساره وعدم الاستحواذ طالما لا تملك نص الملعب. النادي الاهلي النهارده ضاع منه نص الملعب. النص الملعب بالتالي ما بيدافعش كويس، فالدفاع الاهلي مكشوف، ما بيهاجمش كويس وبيساند، فالنادي الاهلي لا تاثير
تاثير هجومي ليه في المباراه. هذه الكره من اولها يا كابتن. لو رجعنا بقى نرجع نشوف حسام غالي عمل ايه، ونشوف الكره اتعملت ازاي. لا دي غيرها. حسام غالي هي اللعبه بس يجيبها لك. هنرمي الاوت. لا نرجع لحسام غالي. انا عايز اقول ايه النهارده اللعيب اللي عنده الخبره. هي يا كابتن. بص يا كابتن، ادي بص حسام غالي هيلعب الكره بدماغه ازاي؟ لا مش دي هتترفع. لا يا كابتن مش دي الكره. هيلاعب حسام غالي لعب الكره للعيب هو عملها ثرو باص بدماغه تقريبا. نرجع لحاجه ثانيه. النهارده الجونه اللعيبه يعني اثناء الاداء لو احنا شفنا الجونه بدا يتفاعل مع المباراه نتيجه اداء النادي الاهلي، عدم انسجام لعيبه النادي الاهلي، عدم تنظيم النادي الاهلي، التشكيله لا تناسب المباراه، الاداء التكتيكي لا يناسب المباراه، نوعيه اللعيبه بتاعت النادي الاهلي اللي ما عندهاش حلول في الملعب ما تقدرش تكسب. يعني بالطريقه دي ما تقدرش تكسب. اللعبه معاك يا كابتن اهي. طب نشوف لسه بعديها بشويه كده هنخش على الدقيقه 3 و14 ثانيه هنشوف الكوره اهي. هي دي بقى. بص حسام غالي عمل الكوره ازاي. ادي الجول. ادي الكوره لعبها في حته فاضي. يعني حسام غالي يوقف الكوره يعمل اي حاجه. يبقى هنا الجول جه منين؟ من لعيب اخطا، اهمل، ما ركزش، خلق فرصه التهديف لنادي الجونه. تفاعل فريق الجونه مع المباراه نتيجه الاداء السيء وعدم التنظيم للنادي الاهلي. النادي الاهلي ليس هناك عقل مفكر في الاداء. النادي الاهلي ليس له صانع العاب موجود في النادي الاهلي. الطرف اللي هو المفروض الخفيف اللي بيتحرك اللي هو شكري بيلعب على الطرف الشمال. اصبح ما فيش لعيب موجود في قلب الملعب يقدر يزود عدد الكثافه الهجوميه. طلعت ما بقاش يلعب في ال 18، خرج بره، جده نزل نص الملعب. اذا ما فيش تاثير ولا عمق هجومي للنادي الاهلي يقدر من خلاله يكسب. الطرفين بتوع النادي الاهلي الاداء بتاعهم هجومي على حساب الناحيه الدفاعيه، فالكونتر اتاك بتاع الجونه خلق فرص كتير قوي للفريق الجونه ان هو ممكن يجيب اهداف. لكن عايز اقول الحاله المزاجيه لعيبه النادي الاهلي، الحاله المعنويه لعيبه النادي الاهلي، الحاله الفنيه، الحاله التكتيكيه للنادي الاهلي غير مناسبه النهارده للمباراه. كابتن محسن، ماذا يفعل كابتن حسام البدري بعد الثغرات التي تحدث عنها الكابتن فاروق جعفر؟ ده اللي هنعرفه من حضرتك ولكن بعد هذا الفاصل. كابتن محسن، قبل الفاصل كان سؤالنا لحضرتك انه كيف يتعامل كابتن حسام البدري مع واقع الشوط الاول اللي هو شافه، والحقيقه عدم توفيق واهمال احمد حسن دروجبا ادى الى ان النتيجه تبقى عند هدف واحد. اولا هو اجبر على عمل تغييرات كثيره في صفوف الفريق نتيجه الاصابات، لكن ما حدش اجبره انه يعمل اكثر من التغيير المطلوب. أيوة. لما يكون عندك اصابات تغير على قد الاصابات اللي موجوده عندك. ليه؟ عشان تحتفظ بالتجانس بتاع الفريق. كلما زاد عدد اللاعبين الجدد في الفريق حتى لو كانوا اساسيين قبل ذلك كلما قل التجانس. ليه؟ لانه اللاعب اللي جاي بعد فتره انقطاع بيفكر في نفسه، عايز اظهر، عايز اخد لياقه، عايز اثبت اقدامي، وبالتالي الفكر الجماعي بيبقى غايب. النهارده في 5 وجوه جديده في صفوف الفريق، مع احترامي وتقديري محمود ابو السعود من افضل لاعب في الاهلي، انقذ النادي الاهلي من عده اهداف، ولكن النهارده مش المفروض انه يدفع بيه. طالما في تغييرات كتيره يبقى نهدي اللعب شويه، ما نعملش تغييرات كتيره. شكري يعني انا بستغرب شهاب احمد يعني كلاعب اساسي في خط الوسط، اثبت جداره، اصبح من اعمده الفريق، يؤدي بشكل جيد، خط دفاع قوي جدا. للمباراه الثانيه يجلس على خط احتياط. لماذا؟ ما هو الفكر في هذا التغيير؟ وبالتالي فالفريق فقد لاعب بدأ يثبت أقدامه، رجله أخذ على الملعب زي ما احنا بنتكلم بنقول. احنا توقعناها سيئة أو توقعناها صعبة، ولكن حسام سهلها للجونة وصعبها على نفسه، وبالتالي أصبحت صعبة للأهلي نتيجة اللعب بطريقة فيها شبه كشف أوفسايد. شفنا انفرادات كتيرة جدا، مفيش رقابة، مفيش تغطية، في إهمال كبير جدا في نصف الملعب، في تفكير وقرارات خاطئة جدا أدت إلى كشف خط مرمى. مش بقول خط الدفاع، خط مرمى. فريق الجونة وصل للمرمى عدة مرات، ولولا كفاءة محمود أبو السعود كان من الممكن أن تنتهي هذا الشوط ب3 أهداف. في خلل واضح في نصف الملعب، مفيش خطورة هجومية. لما ألعب براس حربة أساسي يبقى لازم راس حربة عنده
القدره، راس حرب عنده الخبره. مين يا لكن كابتن؟ جده لا، مين اللي يكون عنده راس جده الحرب؟ يعني. جده يلعب. انا فاهم، انا اقصد مين راس الحرب الاساسي اللي لم يستعين به الكابتن حسام البدري في ظل الغيابات والاصابات؟ المفروض جده يلعب يعني يغير مكان جده، ما يبقاش هو اللعيب الجاي من الخلف، تمام. يلعب بيه لانه كرأس ده حرب. المباراه اللي فاتت لعب واثبت جداره، مظبوط، أيوة. هيخوف، هيدي رهبه اكتر. لكن محمد طلعت لعيب ناشئ لسه تمام. ما يخوفش، تمام. وبالتالي بيتحرك خارج المنطقه، ما عندوش سيطره كامله على الكوره، ما عندوش خطوره، ما عندوش جرأه على انه يرقص ويروح، وبالتالي الشق الهجومي بالنسبه للنادي الاهلي لم تتاح له الا تقريبا نصف فرصه. تصويبه بس اينو. طب الشوط الثاني يا كابتن محسن شايف النتيجه هتتغير بسرعه كده قبل ما نروح؟ والله النادي الاهلي عودنا قلنا شوط حلو وشوط مر، يمكن شاذلي في هو أهداف سايب إن الحلو شاء الله؟ للاخر. في اهداف الشوط الثاني هنشوف. لا، في اهداف طبعا. كابتن فاروق تتفق معهم؟ لازم الاهلي يغير من طريقته ويكثف النواحي الهجوميه ويستغل الاطراف. إذا الجونة يتقدم بهدف للا شيء إلى ملعب المباراة والشوط الثاني مع معلقنا كمال جابر، ولنا عودة بعد نهاية المباراة إن شاء الله.